السلام عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد مع معسلة جديدة في إطار التحضيرات الرمضانية. كما كتشاهدوا فاليوم جيت نحضر معكم السبولة بمقادير القريوش. كيجيو رائعين، كتجي خفيفة، مكاينش مقادير اللي هي كثيرة، مقادير اللي هي جد بسيطة، والصراحة كتعطي معكم كمية اللي هي كثيرة لا بأس بها، وكتجي الصراحة واحد المذاق خيالي، مذاق رائع. نتوما شوفوا الشكل ديالها ما شاء الله، كتجي غزاله غزاله غزاله. ممكن انكم تعسلوها، ممكن انكم تخليوها حتى كتبغيو انكم هكا تحطوها، عاد ممكن انكم تعسلوها. ها نتوما الشكل ديالها كيفاش كيجي، شوفوا الشكل ديالها كيجي رائع، وحتى المذاق شكلا ومذاقا، وحتى انها سهله في الخدمه ديالتها، سهله بالنسبه للناس اللي استعصى عليهم انهم يديروا شباكيه، فممكن انهم يديروا هذه، راه هي كتجي رائعه. ممكن انكم كما قلت لكم تعسلوها، ممكن انكم تخليوها بلا عسل هكا، اللي معاه اللي كاين بحال ديال الناس ديال الطونسيو او لا ديال اللي عندهم السكري ولا شي حاجه، فراه كتجي بنينه حتى بلا عسل، علاش لا. وبقاو معنا شاهدوا الفيديو بالطريقه والمقادير في نفس الوقت. واحد الحاجه البنات، ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم، داك التعاليق الزوينين كيحفزونا، كيخليونا اننا نزيدوا نخدموا في القناه ديالنا. راه كما لاحظتوا محتوى اللي هو زوين، خالي من الميوعه. فمرحبا بكم في القناه اللي هم جداد، وبقاو معنا. بسم الله. اول حاجه فغادا ناخذ واحد الكيلو ديال الطحين، وغادا نغربلو في هذيك القصريه، كاين واحد الفاني، هنايا فاني، وعندي واحد 180 غرام حتى 170 حتى 180 غرام ديال الزبده، راني مذوباها ديجا ومخليها تبرد، وبيضه مليحه. ما ديروش السكر باش ما تخطفش ليكم في المقله ملي كتكونوا اثناء القلي. هذيك الزبده غادا نحاول انني كندوبها، ونحاول انني ما نخرجش من داك اللبن ديالها ولا الحليب اللي كيبقى فيها، ما نديروش في الطحين. هنا واحد الحاجه غادا نبسبسها مزيان، هذه راه هي السبب ديال هذيك الترميله وديك القرمشه اللي كتجي في الكريوش ديالنا. فغادا نبقى هكا غير بشويه بشويه هكا تنلبس ديك الزبده في الطحين كامل، ما تبقاش ليا بلاصه وحده، ويرجع الطحين يعني هكا محلول كامل. صافي، هادو هما المكونات ديالنا. ما غاداش نجمعها بالحليب، وانما غادا نجمعها بالماء. الماء انا هنا عابره نص سيطرون ماء دافي، لانني في هذا الوقت الحال بارد، والفورص او الطحين الابيض صعيب في الخدمه ديالو. هذه كتبغي ندلكوها واحد شوي. العجينه كيفاش غادا تكون؟ ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش خفيفه، عجينه شاده راسها. انا غنوريكم شحال غادا تهز معايا بالضبط ديال الماء، وانتم على حساب الطحين. المهم الطحين يكون نوعيه جيده. فغادا نبقى ندخل، ها هو هنا الماء ديالها اللي شاط معايا، راني غنعبرو معكم في الكاس. فغادا ندلكها غير واحد شويه، ولكن انا غنعاون ملي غادا ندير هذه بوداه، غادا كل واحد غادي يجيني ساهل، غندلكو راسي كيجيو سالين. ها نتوما الماء داك نص لتر بقى فيه نص كاس. المهم راه ساهله في الخدمه ديالها. حاولوا انكم ديروا دي بوداه اللي هما صغيورين باش ما تجيكمش عريضه. صافي، حاولوا ديروا قد ما ممكن انكم تصغروا حتى اقل من هاد يعني ديروا حتى اقل من هاد الحجم اللي درت انا. هنا غادا نحاول انني نديهم ونجيبهم بيدي، راه صافي كيدلكوا. وغادا نزيد من بعد ما ديتهم هكا وجبتهم، فانا غادا نطلقهم بحال الشكل اللي درت الشباكيه، درتها على شكل ظرف بحال هكا. يا اختي راه كذا تجي فيهم هذوك هي اللي كيعطينا هذاك الفيلطاج وكيعطينا هذوك البويقات، راه هذا هو السر ديالهم. صافي غادا نطلقهم كامله، وغنجيب واحد شويه ديال مايزينا غير باش ما يلصقوش ليا مع بعضياتهم، ونفرق بيناتهم فقط في هذه المرحله اللي غادا نخشيها في البلاستيك. هما كيترخفوا ولكن ما غيطلقوش، ما يلصقوش ليا مع بعضياتهم. هانتوما غادي نشوف، غادا غنمسح غير بصباعي، ما تكثروش، حيت هما تبارك الله عجينتهم راه كتجي كتعطيك الطوع في الخدمه ديالها، كتجي ساهله عاطيه الطوع في الخدمه ديالها، وما كيشدوش الوقت ديالها. انا هنا راه ديجا بديت كنخدم، ولكن غادا نشارك معكم ايطاب باغ ايطاب. كنجبد انا واحد الكميه، مره كنجبد 4، مره كنطلقهم
كنطلقهم باش نطلقهم مره واحده في الوراق. راه ممكن انكم تطلقوهم غير بيديكم، من الاحسن انهم يطلقوا هما رقيقين. فانا غادا نطلق في الرقم ما قبل الاخير، وممكن تطلقوه حتى في الرقم الاخر يعني الصغير. هنا راه العجينه كبيره، غادا ديرني غادا تزير معايا في هذه الوراقه، ولكن غادا نجيبها. ها انتم راه كندير انا شريط اللي هو كبير باش علاش قلت لكم دغيا خدمتها. فغادا نقطع الشريط مائل باش يجيني مسنه مع الجناب. هذا هو علاش غنمشي انا في الميل، غادا نمشي مايله. غنقطع الشريط ديالي وغندير واحد الشرطه الوسط، ونقطع الشريطه اللي كندير الوسط وكنقطع. راه كلشي باين، شوف حتى كنمشي مع الشريط كامل. راه ساهله، شوفوا راه عاطيه الطوع في الخدمه وساهله. غير انا الرخامه كتبعني العجينه اولا هذه الجراره كتعذبني شويه مع الرخام اللوح اللي كانت شي طابله هكا ديال اللوح غتجيكم مقاده. المهم غادا ندير غندير ربعه ديال القطع. ها نتوما، وغنحاول انني اللي جاتني ما مسناش، فغادا نحاول انني نقادها. صافي نبقى ندير ربعه بربعه وهكا. مازال غادا نشارك معكم كميه اللي هي لا باس بها باش ديروها. واي تساؤل كما كنقول لكم، اي تساؤل اي استفسار، فانا راه هنا الاشاره ديالكم. ما نبخلش عليكم، راه كما كتلاحظوا راني كنجاوبكم. الناس اللي هكا راه كنجاوب كل وحده كنجاوبها بوحده. شفتوا كيفاش هذاك الشكل كيفاش كيجي فيهم. هنا غادا ناخذ معكم مازال غادا نزيد. شوفوا هنا كندرتها في هذاك في الصينيه هكا حتى كندير. ها نتوما كنطلق. هذا راه اللي شيت اللي بقاو معايا دوك درتهم تما، طلقتهم بالمدلك ودرتهم ثاني عاودتهم. علاش كنضرب هذوك الشي كامل هذوك اللي شيت راه ما كيتقطعوا معاك ما والو، كتمشي كتيسر معاك. ها نتوما كيفاش هابطه في العجانه في الوراقه عفوا. ها نتوما المهم كنحاول انني نلصقها غير العجينه باش ما تتبعنيش، كنحاول انني نلصقها بيدي. فهنا راه خدات الاخت ديالي هنا هي اللي شاده ليا التليفون باش كنصور باش نمشي معاكم حتى حاجه ما نخبيها عليكم. وكما لاحظتوا راه كتجي ساهله. انتم راه غير كلشي باين. هات ندير غير شريط واحد وكنقطع. ممكن ترقوها اقل من هكا، يعني في العرض ديال في التقطاع ممكن ديروا اقل من هكا، يعني يكون حدا بعضياتهم. ملي تقطعي حدا بعضياتهم. وكنمشي مائله بحال هكا حتى كنساليو الكميه اللي معانا كامله. كنهز 4. الا درتوها في الرقم الاخير ديروا 5 ديال القطع. الا درتوها في الرقم الاخير فديروا 5 ديال القطع. واللي بقى ناس نسات اللايك ما تبخلش علينا بواحد اللايك وواحد الكومونتير. كما قلت لكم حفزونا بلي كومونتير، راه حنا كتشجعونا. علاش لا؟ قناه اللي هي في يعني بقى صغيره تزيد لقدام. شوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها. وكنحاول انني نسننها، كنحيد هاد الجنيبات غير باش تعطيني داك الشكل ديال السبوله. ندير حلوه كانت قديمه كانوا كيديروها شحال هذه، كانت زوينه كانت ساهله في الخدمه. ودرتها لكم كما قلت لكم ما درتش لكم الحليب. ممكن شوفوا واحد الحاجه هنا، واحد الملاحظه راه ممكن انكم تزيدوا ليها، تزيدوا معايا القضيه ما بين نافع وحبه حلاوه، وديروا شويه ديال الجنجلان مطحون ثاني غتجيكم مقومه وزوينه. لا بغيتوها هكا ديروها. ممكن اي اضافات هكا تزيدوهم، ما تخافوش منها، ما فيها لا خميره، فيها غير خماره. غندوزوا المرحله ديال القلي. المقله غادا ندير هكا تسخن حتى تسخن ليا ديك الزيت مزيانه. دائما كما قلت لكم كنجربوها بحال القطعه ديال العجين. مجرد ما كنضيفوا هذا ما كنضيفوا الكميه اللي غادا نقليو ما كتكثريش الزيت. هانتوما راه غير كطفيوها في الزيت. شوفوا كتبدا كدير. هانتوما انا راه وريتكم النار راه ما مجهداش باش تقلى معايا من الداخل وتجيني محمره من الداخل، يعني ما تجينيش خضره من الداخل، يعني يدخل معاها داك الطياب. فراه مجرد ما كطفيها كتبدا كتبوق غير بوحدها.
كنمشيو هكا. مهم حنا حاضينها كنقلبوا فيها وانتم غتشوفوا كيفاش كتجي مذهبه. داكشي علاش كنقول لكم بلا ما ديروا السكر في العجين، الله يعطيكم السر ما ديروش، راه كتجي بنينه. هانتوما شوفوا الشكل ديالها، كتجي مذهبه وزوينه طيبه من الداخل وخفيفه خفيفه على المعده، خفيفه خفيفه. هذه راه ممكن ديروها حتى في المناسبات تحتفظوا بها، كتشد كتبقى معكم واحد المده اللي طويله. انا هذه غدا ندير هذه القليه الاولى، راه قلت لكم درتها في العسل، ولكن ما تبقى ما بقيتش طفيته في العسل، صافي جاتني هكاك انني نخويا عادي. هنا يا البنات راه ساليت القليان ديال الكميه اللي عندي كامله، فانا فقط القليه الاولى اللي كنت غمستها في العسل، ما تبقى غير درتو كلشي في كاسكاس ورشيته غير بشويه العسل، حقا جاني هكا حسن، جاني كيبقى خفيف هكا بحال كان شي واحد فيه السكر ولا شي حاجه ولا ما كياكلش الحلوى ولا عنده طونسيون كيجي احسن. شوفوا كيفاش كيجي، هانتوما راه كتجي مجعبه، كتجي رائعه، كتجي الصراحه زوينه في التقديم. هكا بغيتو تقدموها هكاك بالعسل، هانتوما هادو راه واصل لهم العسل، بغيتو تقدموها بالعسل وعاد ترشوها بالسمسم راه احسن. من الاحسن انكم تخليوها هكا، كتجي زوينه زوينه الصراحه، ومبقاوش واحد المنه فيها وخفيفه حتى على المعده خفيفه. شوفوا كيفاش انا نقربها معاكم، كتجي رائعه الصراحه. ايوا البنات ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم. هنا نزكي الكاميرا باش تشوفوا، ونخليكم حتى الفيديو اخر، فيديو جديد ان شاء الله. خليوا لي نتوما في التعاليق اش من فيديو بغيتوني نحط لكم وانا معاكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.